عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بالخير يا ربي. اليوم رجعت لكم بوصفة شوربة الشعير بالحمل علوش بطريقة بسيطة وسهلة تجيك مفاوحة وبنينة، وخاصة ما تجيكمش مطمطمة. تابعوني لاخر الفيديو باش نعطيكم المكونات وطريقة التحضير. الوفحات اللي باش نستحقوهم هما مغرفة كبيرة مليانة فلفل زينة، نزيدوا عليهم مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة ملح، وباش نستحقوا المغرفة كبيرة تكون مليانة بالباهي معجون الطماطم، وباش نستحقوا تقريبا 30 مليلتر زيت زيتون والا زيت نباتي المتوفر عندكم. نزيدوا عليهم شوية ثوم مفروم، وباش نستحقوا البصلة كبيرة تكون مفرومة دوك مقصوصة مكعبات. نزيدوا عليهم شوية معدنوس مفروم، وباش نستحقوا تقريبا 50 جرام مرمز اللي هو شوربة الشعير احنا نسموه مرمز، وباش نستحقوا ال 500 جرام لحم علوش يكون هبرة نقصوه مكعبات جويدة، وباش نزيدوا عليهم تقريبا 100 جرام حمص، والحمص لازم يكون منفق قبل بليلة. لهنا حبيت نوريكم عن قرب شوربة الشعير اللي نستعملها. دونك هذا مرمز نسموه مرمز على خاطره مقلي، وان بلوس مخدوم ديالي. بالطبيعة إذا مش متوفر عندكم تنجموا تستعملوا شوربة الشعير اللي تتباع في المحلات، أما الحقيقة المرمز الديالي راهو يجي أبن برشا من شوربة الشعير اللي تتباع في المحلات. بالنسبة لطريقة التحضير أسهل منها ما فماش. خذيت طنجرة حطيت فيها الزيت، زدت البصل وزدت عليه مطروف اللحم، وحركت مكاي شوي وخليتهم يتقلوا ميم با دقيقة. أنا الحقيقة راني ما نقليش المكونات، ومن بعد باش نضيف لها بقية اللفحات اللي سبق وذكرتهم لكم. من بعد ما اللحم والبصل تقلوا تقريبا دقيقة، زدت المعجون الطماطم، زدت الفلفل الزينة الكركم والملح، وزدت عليهم الحمص. ومن بعد باش نمرق ب3 إطرات ماء سخون، والماء راهم برشا يلزمكم ماء يبدا سخون بالباهي. ومن بعد باش نحرك المكونات مع بعضها بالكدا باش هكاك المعجون الطماطم واللفحات الكل تتحل في بعضها في وسط الماء. وكيف ما تعودتوا بي انا راني ما نقليش المكونات، والحقيقه راه يجيني الماكله بنينه وما تجينيش فيها قروسية طماطم. انتم بالطبيعه اذا تحبوا تقلوا راهو ماهوش باش غير حتى شيء من الوصفه، تنجموا تقلوا المكونات ومن بعد تضيفوا عليها الماء. من بعد ما تاكدت بلي المكونات الكل تحركت بالباهي والطماطم تحلت في الماء، باش نغطي عليها ونخليها تطيب على نار تكون متوسطه لمده 45 دقيقه كاملين. من بعد 45 دقيقة رجعت للطنجرة متاعتي، وفي المرحلة هذه المكونات كل طابت في حقها. باش نعملها تحريكة خفيفة ونكمل نضيف لها بقية المكونات اللي هي 50 جرام المرمز، دونك 50 جرام شوربة الشعير، نزيد المعدنوس، وباش نزيد شوية الثوم اللي هما 3 فصوص ثوم مفرومين. ولحظة صغيرة، انا مستانسه مع الحمل علوش ما نحطش الثوم، اما الحقيقه في شوربه الشعير راني نحط شويه ثوم ونحطهم اون جينيرال وقت ما نحط الشوربه، على خاطر بالحق يبنن برشا الشوربه ويعطيها نكهه اخرى. واذا ما تحبوش تحطوا الثوم بيان سور تنجموا تستغنوا عليه، اما بالحق كيف ما قلت لكم راهو يبنن برشا. من بعد ما كملت حركت المكونات مليح مليح باش نغطي عليها ونخليها تكمل الطيب سله سله على نار هاديه لمده 25 دقيقه كاملين. وهذه الشوربة من بعد ما طابت بالطبيعة ما تحلى الشوربة كان في الفخار النابلي على قد ما نحكي لكم على البن وشوية. راهي جد فاوحة طايبة في حقها بنينة تعمل 66 كيف، والثوم بالحق راهو زادها بن على بن. إذا مش مستانسين تحطوا الثوم في شوربة الشعير اللي بالحمل علوش، جربوا حطوا المرة هذه وتفكروني ما كمش باش تندموا، راهو بالحق زادها بنة أخرى. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وباش تجربوها، وإذا جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي تطبيقاتكم على الباج انستغرام كويزين سلوى. بالسلامة.